السلام عليكم، اهلا بك ايها المتابع في اول فيديو بالقناه. عمليا المهم هبدا في الموضوع على طول. طبعا مفيش انترو للفيديو، ممكن لما اتعلم برنامج اللايت موشن ابقى اعملها، فاعتبرني عملتها وخلاص. المهم طبعا كلكم شفتوا وجربتوا التحديث الجديد لفايرلايت، وطبعا في ناس عجبهم التحديث وناس تانية ما عجبهاش التحديث، وده طبيعي. بس اغلب الناس عجبهم التحديث وانا ما عنديش مشكلة مع ده، ورأيي بصراحة هو ان التحديث حلو وكل حاجة الصراحة. لكن اللي مش عاجبهم التحديث دول، التحديث مش عاجبهم ليه؟ في كذا سبب يجعلهم يكرهوا التحديث ده، مش سبب واحد. دعونا نعرض اهم الاسباب. اول حاجة الجيم بلاي. يعتبر معظم الناس اللي كارهين التحديث بسبب الجيم بلاي، وده بسبب رقم واحد بطء اللاعب، رقم اتنين بطء الجيت سلايد علشان كانت أسرع في التحديث الخاص بفريدي. تالت حاجة الايم اسيست اللي بدون معنى حرفيا، وديت الحاجات اللي بتزعج جميع اللاعبين، مش لاعبين كارهين للعبة وبس، حتى أنا منزعج من الحاجات دي. ولكن ليس بنفس درجة رقم اتنين، واللي هو اللاج بدون معنى في الفايتات. أيوة، حتى بعد ما اللعبة بقت سلسة وخفيفة عند كل اللاعبين ومنهم أنا، لكن في بعض اللاعبين ومنهم أنا برضو اللعبة بيحصل لها لاج. وبرضو هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان بيحصل لي لاج فظيع لما باجي افتح كويك سكوب، وده عند ناس كتير، وبرضه بيعمل سخونة في الجهاز لغاية ما يتحسن جزئيا او تتعود على اللاج. ورقم ثلاثة واللي خاص باللاعبين القدماء فقط، وهي الجيت باك وموفمنت اللعبة بشكل عام، وده الجانب اللي كل اللاعبين فورلايت القدامى الغير معتزلين مش عايزين يتعاملوا معاه. فورلايت هي لعبة حلوة السنة اللي فاتت وناجحة جدا، ودخلت مصطلح الجيت باك في الباتل رويال بشكل إبداعي، صعب ان انت تحطه في اي لعبة. واكبر مثال ان الالعاب اللي قدامكم دي كلها حاولت ان هي تدخل الجيت باك بطريقتها وفشلت. اللي بيخلي الجيت باك فارلايت هو الحاجة اللي مهما حاولت اي شركة انها تبقى تعمله، تفضل فارلايت لا مثيل له. ولكن الكلام دوت ينطبق على 2023 بس، لكن في 2024 حصل ما لم يكن نتوقعه، وتبقى فقط الداش الأفقي لبعض الشخصيات، والجيت باك بقت فقط لماجي. ولو فكرت فيها هتلاقي مع كل تحديث بيشيلوا الجيت باك واحدة واحدة. يعني هديك مثال، السيزون سي 2 اس 0، السيزون الملعون ده شالوا منه الجيت باك، وده ما كان الا بداية. شالوا الجيت باك من 5 شخصيات وخلوا الجيت باك ل9 شخصيات، وماجي بقت المنفردة بيه. وبعد شهر ونص حطوا الجيت سلايد واللاعبين فرحوا بيها. وبرضو فريدي واللي كان بدون جيت باك السيزون ده شالوا الجيت باك الأفقي من لوسيندا وأمبر. وطبعا عارفين ايه الشخصيات اللي بعد كده في التحديث القادم اللي هيتشال منها الجيت باك؟ ايوه، هما الشخصيتين دول، ام كي ار ومومو. واكيد هيشيلوا كام شخصية كمان. يعني هل الشركة عايزة تخسر فلوس او هي مش واخدة بالها من الخسائر اللي هتجيلها؟ بصراحة ما اعرف، والموضوع ده ما يقدرش يعرفه غير ناس معينين من شركة فارلايت جيمز. واكيد الشركة مش عايزة تخسر، بس الموضوع ده غالبا هيكون له علاقة بمشروع تاني او حاجة احنا مش هنفهمها دلوقتي. بس لو فارلايت اخدت المنعطف ده وكملت فيه، هل يا ترى في لاعبين هيفضلوا متمسكين باللعبة؟ هل ممكن الخيار ده هيكون افضل خيار للعبة علشان تحسن من نفسها؟ هل نسخة فارلايت الجديدة هتكون فعلا افضل من النسخة القديمة؟ هل هتكون فارلايت بتبعد عن العالم الأجهزة الضعيفة؟ لكن طبعا هيكون في جوكر بيلم كل الكروت دي لكن طبعا هيكون في جوكر بيلم كل الكروت دي وبيضمها لنفسه، واللي بتكلم عليها هي اللعبة اللي كل لاعبين فارلايت المعتزلين بيتجهوا إليها، وهي بلاد سترايك. اللعبة اللي أخدت المجد من جميع ألعاب الموبايل وتربعت على القمة، ودي هتاخد فيديو لوحدها. طبعا الفيديو ده ما كان إلا مجرد عرض لخطة فارلايت، طبعا من وجهة نظري الشخصية. اللي عايز تسمعها أهلا وسهلا، مش عايز براحتك. وطبعا لو عايز تقولي أي حاجة كلمني في الكومنتات،
بصراحة انا تعبت جامد قوي في الفيديو ده، واتمنى يكون عجبك. ولو عجبك حط لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش حطهم برضه، وما تنساش تكتب لي كومنت، احسن بيه المحتوى. باي كده، سلام سلام. سلام مش باي، يعني هو سلام. سلام.